ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هتكلم معاكم عن موضوع مهم جدا. هعلمك ازاي تعملي اسعافات اوليه في بيتك. زمان كان في كل بيت حاجه كده اسمها صيدليه، درج، اي حاجه حاطين فيها شويه اسعافات اوليه بيعملوها اول ما حد يجرى له حاجه. دلوقتي الموضوع ده مبقاش موجود في اغلب البيوت. النهارده هقولك اهم الحاجات اللي المفروض تبقى عندك. اولا ازازه بتادين صغيره، مش لازم كبيره، معاها قطن. انت اتجرحتي وتعملي اي حاجه، حد من ولادك اتجرح، حتى لو تنزلي بيه المستشفى بس انقذي ما يمكن انقاذه، الحقي طهري له الجرح بالبيتادين. حد اتلسع، انت اتلسعتي وانت في المطبخ، الفرن، اي حاجه، ابداي حطي مرهم ميبو، يخلي يبقى عندك دايما في ضرفه الطوارئ دي. حصل لك التهاب في اي منطقه، في لسعه ناموسه، حاجه محمرار في اي مكان، حطي مثلا بيتاديرم زي ده. الحاجات دي ما تستغناش عنها في البيت. عندك مسكن للصداع، اي حد جراله حاجه مضاده للترجيع، مسكن لالم الاسنان، كل الحاجات دي لازم تبقى عندك في البيت. عيشيها صح وخلي بالك على صحتك وصحه اسرتك. ولو استفدتي من الفيديو اعملي لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب.